دي ألذ فرخة مشوية، التتبيلة واصلة لكل قطعة فيها وطعمها خطير جدا وجوسي. وطبعا في العزومة الجاية تقدري تعتمديها كطبق رئيسي وهتكون معمولة بمنتهى السهولة. ومن أهم أسرار نجاح الفراخ المشوية وإن هي تكون طرية قوي من جوه وتكون جوسي هو محلول النقع. محلول النقع بيكون عبارة عن لكل لتر من المية بنضيف معاه معلقتين من الملح ونص معلقة من السكر، وبنضيف معاه كمان المطيبات زي الليمون وفلفل أسود أو أي منكهات احنا بنحبها. وللتتبيله الاساسيه للفراخ استخدمت مجموعه من البهارات، استخدمت فيها بابريكا مدخنه وفلفل اسود وشطه وكاري وكزبره، وضفت معاهم كمان السبع بهارات، وهكتب لكم كل البهارات اللي استخدمتها في الكابشن. بعد كده عندي في الخلاط بضيف بصله متوسطه لصغيره، وبضيف معاها كمان صلصه، وبضيف معاها معلقه من هريسه الشطه، واختياري تقدروا تضيفوا مستردة، ومعلقه من الزبادي. بعد كده بضيف عليها البهارات، بس اهم حاجه هنا ان احنا مش بنضيف الزيت اللي بنستخدمه في التتبيله جوه الخلاط علشان يحافظ على لون التتبيله بتاعتنا، بتكون حلوه جدا، لان احنا لو ضفنا الزيت بيخلي لون التتبيله تبقى باهته. بعد كده بعمل فتحات في الفرخه بالشكل ده، وابتدي ان انا اوزع التتبيله فيها واعمل لها مساج فيها كويس جدا من جوه ومن بره ومن كل الاتجاهات. وطبعا لو حابين ان انتوا تفرزنوا الفرخه بعد ما تبلتوها تقدروا تخلوها في الفريزر لمده اسبوعين. بعد كده انا شويت الفرخه بتاعتي في الاير فراير، تقدروا تستخدموا الفرن العاديه، تقدروا حتى تعملوها فوق البوتاجاز